السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراحات جديده. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم كروكيت البطاطا محشيين بالجبن، كيجيو رائعين بجميع الاسرار ديالهم باش ينجحوا معكم وما يطرطقوش معكم في الزيت. كيجيو رائعين، كيستحقوا التجربه. كتبنا ان شاء الله الوصفات ديالهم يعجبوكم، وكذلك غادي نشارك معكم واحد التحليه اللي سهله وسريعه، والاهم انها كتجي لذيذه. كنتمنى ان شاء الله الوصفات ديال اليوم يعجبوكم. لاول مره كيشوف القناه ديالي وصفات سهله وسريعه، يشترك يفعل الجرس باش يبقى يتوصل بجميع الوصفات والشهيوات. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم كتشجيع ليا فقط. وندوزو للطريقه بسم الله وعلى بركه الله. نبداو اول حاجه بالكروكيت ديال البطاطا. هنا اول حاجه عندي 4 ديال البطاطات اللي سلقتهم، وهنا كنمسهم مزيان بالفرشيطه. ضروري تمسوها مزيان وهي سخونه. كي تسلقوها نقيوها مباشره، تخدموها بهذه الطريقه هذه صافي. نتا ما كيبقاوش فيها كاع داك الحبيبات ديال البطاطا. صافي عاد كندوز للتوابل. عندي قليل من الملح، قليل من الابزار، شويه ديال الفلفله حمراء حلوه، وشويه ديال السودانيه الحاره اللي كيبغي الحار. انا درت قليل من الزعتر، اللي ما بغاش يعوضو بالمعدنوس. صافي هنا كنرجع نخدمها مزيان باش كيتجانسوا داك التوابل مع البطاطا. كما كتشوفوا راه هي العجينه ديال البطاطا راه هي رطبه لينه، ما فيهاش كاع داك الحبيبات ديال البطاطا. صافي هنا دزت مباشره نخدمها. كناخذ القليل وكندير في وسط منها مكعبات ديال الجبن موتزاريلا، اي نوعيه كتفضلوها. انا درتها هكايا، يمكن لكم نتوما ديروها صبيعات، كيبقى الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه. كما كتشوفوا كناخذ قليل من البطاطا، كنبسطها في الكف ديال يديا وكندير فيها داك المكعب ديال الجبن موتزاريلا وكنرجع نغلقها. انا بعد ما شكلتها ندخلها للثلاجه، نخليها ترتاح على الاقل واحد ربع ساعه، عاد ندوزو ونكملوا. هنايا ناخذ كاس الا ربع ديال الطحين، ضفت له معلقه كبيره ديال النشا، راس المعلقه ديال الملح صافي، وقليل من الماء. هاد الخلطه هذه هي اللي غندير فيها بطاطا، ما غاديش نديرها في البيض. صافي كنخلط مزيان، كنبقى نضيف الماء تدريجيا حتى كنحصل على هاد القوام. انا غنوريه لكم، هذا هو القوام بحال الخليط ديال الكريم. صافي ندوزو دابا باش نصوب نفندوهم. صافي هنا بطاطا، انا عندي هنايا لا شابلوغ، انا حضرته في المنزل. بغيتو الطريقه خليوها لي في الكومنتيرات. صافي هنا كناخذ الكويرات ديال البطاطا كنديرهم في داك الخلطه ديال الدقيق والنشا، وكنرجع كنديرهم في لا شابلوغ. هاد الخلطه هذه كتغنينا، ما كنديرهمش في البيض. صافي هنا كنبقى نفندهم مزيان في داك الخلطه هذه كما كتشوفوا في الدقيق والنشا، وكنرجع نفندهم مزيان في داك لا شابلوغ. هي من بقايا ديال الباكيت، حضرته في المنزل. الا بغيتو الطريقه كما قلت لكم خليوها لي في لي كومونتير. صافي نستمر بنفس الكيفيه كما كتشوفوا. الطريقه راهي موضحه في الفيديو. كندير الكويرات ديالي في الدقيق، كنرجع نديرهم في لا شابلوغ وكنفندهم مزيان. ومن بعد ما غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله غنحتفظ بها في المجمد قبل ما نقليها على الاقل ساعه باش ما تطرطقش ليا في الزيت، باش ما كيخرجش منها داك الجبن. ضروري هاد المرحله البنات. انا من بعد ما خرجتها من الثلاجه كما قلت لكم على الاقل ساعه خليها في المجمد ماشي في الثلاجه، عاد كندوز باش نقليها. كندير الزيت يسخن ديالي مزيان، وعاد كندير داك الحبات ديال البطاطا وكنخليهم في الزيت حتى يتحمروا وكياخذوا هذا اللون هذا المذهب، وعاد كنحيدهم كندير. هاد الوصفه هذه ناجحه، فقط تبعوا الطريقه ومراحل مزيان مزيان باش تنجح معاكم. راه كيجيو شهوه منهم. من بعد ما حيدتهم من الزيت كنديرهم في ورق الطب باش يمتص داك البقايا ديال الزيت. وهنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي راه كنوريكم القرمشه ديالهم. راه كيجيو ما شاء الله لذاذين. داك الجبن كيبقى في وسط منهم. ضروري تحتفظوا بهم في المجمد كما قلت لكم على الاقل ساعه تقليوهم. وهنا نخليو الكروكيت ديالنا جانبا. كما شفتوا كيجيو ناجحين روعه بالفعل، كيستحقوا تجربه. ندوزو باش نحضروا التحليه. مقادير: انا اول حاجه عندي كاسرونه ضفت فيها نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال النشا، وعندي فلو باي نكهه كتفضلوا ديال البنان ولا فاني ولا كراميل. انا ضفت ديال الفاني، ضفت 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. والحلاوه كتبقى حسب الذوق، يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا. صافي ضفت خلطت المكونات ديالي مزيان بالفويد، ضفتهم فوق النار مع الاستمرار في التحريك حتى وصلوا لهاد المرحله هذه ديال الغليان. صافي عاد نحيدهم فوق النار. وهنا جبت لها شوار ولا جيبوا خلاط الكهربائي. ضفت 10 ديال القطع ديال البسكوين. ضفت انا بسكوي ماريا، يمكن لكم تضيفوا اي نوعيه البسكوي كتفضلوا. صافي وضفت داك الخليط ديالي من بعد ما حيدته فوق النار. صافي وضفتو في الهاشوار وطحنتو مزيان مزيان. كان عندكم الميكسور ديروا ميكسور وضيفوه في الخلاط الكاس ديال الخلاط الكهربائي. صافي انا من بعد ما طحنتو مزيان مزيان هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا. كيجي كريمي وصافي كيندمج مزيان داك البسكوي مع المكونات، ما كيبقاش باين نهائيا. صافي هنا كندوز نفرغوه في كؤوس ولا في زليفات. انا درتهم هنا في هاد لي فيغين هادو.
كنحاولوا نكبوهم بقياس اللي كيكون متساوي. درت هنا 5 ديال لي فيغين. انا مسحت لهم داك الجوانب، نخليهم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق يبردوا. ودزت نطرب كاس ديال الكريمه اللي بارده مزيان، كاس ديال العنب عمرته نطربو. كلكم ديروا بودره ديال الشونتيي. صافي هنا بعد ما طربتها مزيان، هنا هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا. صافي غندوز نزين بها هاد التحليه هذه، فقط كتزين هاد الكريم هاد الكريمه هذه. كلكم ديروا غير الفواكه جافه من الفوق ديروا ولا ديروا فواكه ديسير، يعني اي حاجه متوفره عندكم كلكم تزينوا بها. صافي درت انا هاد الكريمه هذه، درتها بجيب حلواني وقدمتها على هذا الشكل. زينتها بالصلصه ديال الكراميل. التزيين دائما كما كنقول لكم كيبقى اختياري حسب داكشي اللي عندك متوفر واللي موجود. كما قلت لكم كلكم ديروا غير ديسير فواكه تقطعوهم وديروهم، ديروا فواكه جافه، داكشي كيبقى اختياري. صافي هنا قدمتها معكم على هذا الشكل، ما كتاخذش معنا الوقت نهائيا، وراها كتجي قوام ديالها كريمي. كنتمنى ان شاء الله الوصفات ديال اليوم ولا الاقتراحات اللي اقترحت عليكم اليوم يكونوا عجبوكم ونالوا الاستحسان ديالكم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جاي. بسلام عليكم، خليت لكم الراحه.